يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بتحية مباركة عطرة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نلتقي مجددا في موعد مع الصلح من قناة القرآن الكريم الخامسة الجزائر، وعلى مدار 1:10 من المباشر نلتقي مع الرجل المصلح فضيلة الدكتور سعيد بويزري لإصلاح ذات البين. دائما نصلح ذات بيننا، نقوم بفك كل النزاعات والخلافات التي تحدث بين الحين والآخر، بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين أطراف أخرى. نرحب بكم مجددا أوفياء برنامج والصلح خير. ممتنة لكم بمتابعة برنامج والصلح خير في حلقة جديدة ومتجددة من أيام نوفمبر المجيد. إذا مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكل من يتواصل مع البرنامج، من يتصل بنا، مرحبا بكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. أول ما نستفتح بهذه السهرة، سهرة الصلح المباركة علينا وعليكم، نستقبل بصدر رحب فضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نجاة، كيف حالك دكتور؟ الحمد لله الحمد لله. أراك دائما منهمك مع الصلح. نعم، كنت أطلع على البريد الذي وصل، نسأل الله أن يكون عند حسن الظن إن شاء الله، الذي وصل خلال الأسبوع الماضي. نعم، سنتحدث عن هذا بعد قليل. إذن في هذه السهرة من سهرات أيام نوفمبر المباركة، ثورة نوفمبر من فاتح أول نوفمبر 1954، دائما نجدد الموعد من خلال برنامج والصلح خير، ونتقدم بتهانينا إلى الشعب الجزائري ونقول له نتمنى لكل الوطن الحبيب التطور والازدهار، ولا ننسى رسالة الشهداء. الدفاع عن رسالة الشهيد هو الحفاظ على الوحدة الوطنية، الحفاظ على الأسرة قبل هذا وذاك، ثم الحفاظ على المجتمع والحفاظ على الوحدة الوطنية. كل هذا سنناقشه في برنامج والصلح خير. بالنسبة للنصف الساعة الأولى من عمر البرنامج، عنوان الحلقة رسالة الشهيد. ثم بالنسبة للنصف الساعة الثانية من عمر البرنامج وعلى المباشر سنستقبل ضيفة حالة من حالات كنتم قد شاهدتم قضية السيدة لميا. ستكتشفون معنا كل الإجراءات ربما التي يحاول المشاهد أن يتعرف عليها. هل أرضية الصلح كانت في أسرة السيدة لميا أم العكس؟ تابعوا معنا هذه الحلقة وسنعود مباشرة لفضيلة الدكتور السعيد بويزري. مرحبا بك دكتور. الله يبارك فيك. كيف حالك الحمد دكتور؟ لله رب الحمد لله. إذن دكتور، في ذكرى الخالدة من أيام نوفمبر وفي أجواء نوفمبرية في برنامج والصلح خير، الحلقة اليوم عنوانها رسالة الشهيد. كنا قد ناقشنا في السنة الماضية في أول نوفمبر الماضي ميراث الشهداء، وكنت قد تحدثت معي بأنه سنخصص أعداد أخرى في المستقبل القريب للحديث عن رسالة الشهيد. طيب، نحن نتواجد الآن في برنامج والصلح خير، نحاول دائما إصلاح ذات البين. ربما السؤال الذي نطرحه لفضيلة الدكتور سعيد بويزري: كيف نخلد رسالة الشهيد من خلال برنامج والصلح خير؟ تفضل دكتور. لك الفضل أختي نجاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة الشهيد. كلمتي ستكون مركزة ومختصرة في شكل رسائل خفيفة هادفة. الرسالة الأولى: الله عز وجل رفع من قدر الشهيد وجعل مقامه عاليا. يكفي أن نقول أنه هو ممن أنعم الله عليهم. نقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة:
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم مجموعة من الخلق ذكرهم الله عز وجل بصفاتهم لا بذواتهم في سورة النساء في الآية 69: الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الشهداء ممن رفع الله عز وجل مقامهم وجعله شامخا عاليا سامقا، وممن أنعم الله عليهم. الرسالة الثانية أن الشهيد قدم أغلى ما يملك، قدم روحه فداء للدين والوطن في سبيل الله والوطن. وقد قال ربنا في آية القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالشهداء قدموا أغلى ما يملكون، قدموا أرواحهم. ولا شك أن الجزاء يكون كبيرا عند الله عز وجل يليق بمقامهم. الرسالة الثالثة أن ثورتنا المباركة هي ثورة شعبية ليست ثورة زعيم، بل هي ثورة شعب. أفتح قوسا مهما: الذين درسوا التاريخ، والتاريخ أستاذ شاهد، والذين قارنوا بين الثورات الكبرى في العالم بما فيها الجزائر، رشحوا ثورة الجزائر المباركة لتحتل المقام الأعلى في سياق هذه الثورات وبين هذه الثورات الكبرى أو الكبيرة في العالم. لماذا؟ لعدة أسباب. من هذه الأسباب أنها ثورة شعبية. ثورة شعب، رجال نساء صغار كبار قاموا بهذه الثورة، فليست ثورة متصلة بزعيم واحد. هذا من جهة. من جهة أخرى أن ثورة نوفمبر المباركة كانت تتويجا لانتفاضات وثورات ومقاومات شعبية لم تتوقف منذ احتلت فرنسا أرض الجزائر. ثورات هنا وهناك في الجبال وفي الصحاري وفي الفيافي وفي المدن وفي المداشر، في كل مكان. لم تنقطع تلك الثورات، لم تنقطع تلك الانتفاضات، لم تنقطع تلك المقاومات في أرض الجزائر إلى أن توجت تلك الانتفاضات والمقاومات بثورة نوفمبر الخالدة. إذن من هنا أكد هؤلاء المؤرخون على أن هذه ثورة من الثورات الكبرى في العالم، ثورة الجزائر المباركة. ثم أن الشهيد مات في سبيل الله والوطن، وترك لنا الشهداء هذا الوطن أمانة. فماذا نعمل وكيف نحافظ عليه؟ هي ميراث أيضا. نعم دكتور. وهو ميراث. نعم بارك الله فيك. ميراث معنوي وميراث مادي أيضا. نعم. يعني حينما نزور مقابر الشهداء نجد الكثير منهم صغارا، يعني بين 18 16 20 24 25 صغار. يعني كانوا صغارا ولكن كانوا مؤمنين بنبل القضية، بعدالة القضية، فقدموا أغلى ما يملكون في سبيل الله والوطن. وقد تركوا أن هذا الوطن أمانة، فماذا نحن عاملون؟ فكيف نخلد رسالة الشهيد؟ وكيف نحافظ على ميراثهم؟ وكيف نحافظ على أمانة الشهداء؟ نحافظ عليها بجملة أمور. الأمر الأول أن نتبنى وأن نتمثل تلك المبادئ التي عاشوا من أجلها وماتوا من أجلها. نعم. تتمثل في نصوص الوحي الطاهر في الكتاب والسنة، تتمثل في بيان نوفمبر، البيان الخالد، بيان أول نوفمبر، تتمثل في التراث المعنوي المتداول في بلادنا. وأذكر السادة المشاهدين بقصيدة كنا نحفظها ونحن صغار، يعني في السن 7 سنوات: يا الجزائر يا الجزائر أنضحي الفداء، نطف في ذرار مرنا الاستعمار في الحرية، نعهد الوطن الذوي ذي يموثن ورنحب سارة
ألا من حرض ثمورث عزيزنا تسع اللواء. إذن هذه الجزائر أمانة. إذن نحافظ على أمانة الشهداء ورسالة الشهيد من خلال هذا الأمر الأول، تمثل تلك المبادئ التي ماتوا من أجلها. الأمر الثاني وهو بناء هذا الوطن. ولكن ليس، لا أقصد بناء العمران وبناء الجدران. أنت قلت في مقدمة اللقاء بتحقيق الوحدة الوطنية. يعني كانت من الكلمات المتداولة يعني في أوسط الشعب الجزائري الخاوة، تيجمات الخاوة. الخاوة موجودة في شرقا غربا شمالا جنوبا. الخاوة، إذن الخاوة هي اللحمة التي تحفظ الوطن، هي صمام الأمان. إذن لماذا لا نتمثلها هم في وقت الضيق والحرج، في وقت الحرب؟ ولكن كيف لا نتمثلها الآن ونحن ننعم بنعمة الاستقلال؟ إذن لا نحافظ على الوطن في جدرانه وعمرانه وجغرافيته، ولكن نحافظ على هذا الوطن في معنوياته، في بنائه الروحي، في بنائه المعنوي في تحقيق الوحدة الوطنية، في تحقيق تلك المبادئ وتلك القيم التي عاشوا وماتوا من أجلها. وكذلك نتمثل تلك الأمانة ونحافظ على تلك الأمانة من خلال قراءة التاريخ. فشعبنا شعب صنع التاريخ، ولكن لم يكتب تاريخنا إلى الآن كاملا، وهناك جهود معتبرة يقينا، ولكن لا يزال تاريخنا يحتاج إلى من يكتبوه. أقول وأنا على يقين أن شعبنا يحسن صناعة التاريخ ولكن لا يحسن كتابة التاريخ. شعب يصنع التاريخ ولا يكتبوه. لذلك من الحفاظ على أمانة الشهداء أن نخلد التاريخ البطولي لأجدادنا وأبائنا وأمهاتنا، وهذا من الوفاء لله والدين والوطن وللشهداء. وكذلك نتمثل أخيرا ونحافظ على هذه الأمانة بزرع تلك المبادئ وتلك القيم في قلوب ونفوس النشأ الجديد الذين لم يعرفوا هذه الثورة وما عاشوا هذه الثورة، بل لا يعرفون لا الشهداء ولا المجاهدين. يعني أطال الله في عمر الباقين ورحم الله الموت منهم من الشهداء والمجاهدين. أعتقد نقل هذا التراث، نقل هذه الأمانة بروحها بمعنوياتها بمبادئها بقيمها، هذه رسالتنا تجاه رسالة الشهيد. بارك الله فيك دكتور، نشكرك على هذه المقدمة. إذن حلقة اليوم هي رسالة الشهيد، ونستحضر بهذه المناسبة البطولات التي عاشها الشعب الجزائري من خلال ما قدمه المجاهدون والشهداء وكل الأبطال وصناع الثورة التحريرية الكبرى 1954. فاصل ثم نعود للنقاش. فاصل يتعلق بالأرقام الهاتفية التي يتواصل من خلالها المشاهد الكريم. الشعور تاعك بالاب تاعك البطل؟ الاب تاعي ربي يرحمه ويرحم الشهداء مازالني للان وين تشهد الروح. فتح نوفمبر يعني ماتت عليه 1.5 مليون شهيد، ورانا فخورين به وفرحانين بهذا نوفمبر هذا، باسكو هو الاساس نتاع الثوره الجزائريه. انا العلم تاعي في كل وقت برفع في البيت، عندي في الدخله في البيت، هذا هو الاخر الرمز تاعي. عندي وين نمشي في الطوموبيل عندي وهنا عندي. كون نكونوا حنا فرحانين نشوفوا يجيب لي ربي يشوفونا رانا فرحانين، يجيب لي ربي انا خويا راه يشوف فيا كي راني فرحانه، هذاك النهار نفرح. نحب وطني، نحب العالم تاعي، وانا ابن الشهيد، وعلام هذا راه مسقي بدم الشهداء، مات عليه رجال وما زالوا يموتوا عليه.
تجتمع أسرة الشهيد سي عمار أشفون كل فاتح من نوفمبر، تجتمع بكل فخر واعتزاز لتسترجع ذكريات الشهيد البطل الذي وقف مدافعا عن وطنه الجزائر. رفدة صور تاع الأخ تاعك الشهيد في هذيك اللحظة، وش صرا بالذات؟ وش صرا؟ نقول لك على اللحظة ولا نقول لك كيما بدا اللحظة كي شفنا نقولوا كي للهيها لحقنا الصور تاعي درت في عبود باقي هما ليمون كامل ليمون ولا بيتي من هيها اعمل لي هك. قال لي تصور لهم في عبونك تا اخوك. انا جبتهم هك درتهم في فمي، صديت من جهه الحيط هكذا من ضغطتهم وصرتهم اكليتهم. خفتي لي يشوفوهم عندك؟ خفتهم يحكموني عندي، نقول حكموا التصور تاعي يديهم عندهم يحوسوا عليه التصور تاعي اكليتهم. كي لحقوهم اخر بداو يفلسوا فينا، قلبوا فينا واش كاين. انا كنت بلعتهم رحت قلبونا ما لقاو عنا حتى حاجه. هما وقعدوا وانا قعدت بان لي هربات فيا، ولك اللي تتصوروا مرت ولك اللي تتصوروا. هذا الرجل تعيس قال لي كليتهم خير ملي يقبضوهم يبداو يحوسوا عليه، روحوا يعذبوهم عليك، روحوا يعذبوهم يزيدوا يبداو ما تصوروا ويعودوا يحوسوا عليهم بلاصه بالتصور تاعو يعودوا يعرفوه. احكي لنا على الحدث الأخير عندما طلع للجبل لمناهضة الاستعمار الفرنسي. تتفكري هذه الفترة؟ نتفكرها. الجروب تاع السيل الخضر عاقب طلع واحد لينا في العقبة وهراني عنده شوية رجلو يردي منه، الحق لينا قال السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا سي عمر قال له كلاتنا فرنسا، قال له هي تاكلنا وحنا ناكلوها. نتفكر كي يحكمني هكذا الراس يقول لي انتم تديو الاستقلال، انتم تديو الحريه، بصح ما يقوليش هما واش يصرى بهم. نشفى يجي هكذا مع الصباح الفجر يكون بعيد وين يكون مع الناس تاع المناضلين، يدخل الصباح للدار، بعد يلحق العشيه ثاني يزيد يروح، ما نعرفوش وين يروح. نقول انا الراجل تاعي وعلاه خويا عاد ما يجيش يبات عندي، يقول لي ما كاش اصحابه نقولوا اللي بات معاهم راه يبات معاهم كيف انا ما نعرفش. نقول بصح هكذاك هذاك النهار هذا بوعلم الشرشاري حكموه قلت له حاشا وجوهكم رفدوه فوق الحمار وجابوه للناه. جات فرنسا سيركلت علينا غير الكبر، بصح كاين عربي واحد في وسطهم جاي يقلع لنا في القرمود، يقلعوا في الضلعه في الديار. قلنا له حنا وين نسكنوا؟ قال روحوا للغابه كيما بيكم. كيفاش جاكم الخبر تاع الوفاة تاع السي عمر الله يرحمه؟ سيدي خويا وانا ما سمعتش حتى كان بعد ليها كاينين خاطر وكيت الشهاده منها كاينين اللي في بير خادم ثم هذوك الجوايه وين مات جاو قالوا للراجل تاعي، قالوا له يا ودي عمر شايل الله يرحمه استشهد، بصح ما تقولش لأختو انت تقول لها.
إذا لنا عودة إلى برنامج والصلح خير، والحديث دائما عن رسالة الشهيد. كما وعدتكم في بداية البرنامج، دائما في بعض الأحيان تحضر معنا ضيفة هي حالة من الحالات، إما كنتم قد شاهدتم الحالة معنا في برنامج والصلح خير، أم نتواصل مع حالة جديدة هي موجودة معنا في الاستوديو ولكنها لا تريد الظهور، ونحن نحتفظ بذلك وتتحفظ حتى لا تثير الضجة في وسط عائلتها. هي السيدة لاميا التي في حلقة من حلقات برنامج والصلح خير في 2012 كنا قد أعددنا معها موضوع، وذلك الموضوع كان عندما علم زوج السيدة لاميا بأنها حامل وبأن الطفل اللي كان في أحشائها أصيب بعاهة نظرا لفحوصات طبية. تركها زوجها ولم يعد إليها، فبقيت هي هكذا تكافح من أجل تربية الأولاد، وظلت تناضل من أجل تربية أولادها على ما يرام. فحدث الخلل في أفراد أسرتها وتركها الزوج، ثم طلقت في 2011. هي موجودة معنا ولكنها لا تريد الظهور. أستقبلها. سيدة لميا، كيف حالك؟ مساء الخير. لاباس الحمد لله. ارفعي الميكرو. لاباس الحمد لله. راكي مليحة؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. إذا راهو موجود معنا اليوم الابن تاعك محمود. الابن تاعك. معليش نزليه هكذا، نزليه حبي نزليه دي فوالا. مرحبا بك معنا في برنامج الصلح خير. حبيت برك نسألك سؤال لميا. في 2012 زارتك زميلة ذهبية هامل وجات للبيت تاعك وحكيتي لها القصة، والقصة كانت مثيرة جدا. هذا الطفل راهو موجود معنا اليوم. محمود، وش راك مليح؟ شحال في عمرك؟ كان في عمره محمود سيدة لميا 10 سنة آنذاك 5 سنوات، والآن عنده 10 سنوات. إذا هل هناك من مستجدات بعد رحيل الزوج تاعك؟ كيفاش كانت المعاناة تاعك باختصار حتى نذكر المشاهد؟ يعني كانت المعاناة تاعي الأب تاعو الوالد تاعو نهار اللي كان في ليكوغرافي شافوا باللي مال فورماسيون، قال لك ما عندي ما ندير به اونديكابي، يعني طيحيه ولا كيما نقول لك ما عندي ما ندير به. ومن بعد كي ما حبش نطيحو قال لي ربي يسهل عليك، في روحي لداركم، روحي عيشي في داركم. قال لي ما تزيدي تشوفي حتى حاجه من عندي. يعني ما هو يبعث لنا النفقه، ما راهو يحوس على اولادو، ما يجوا مم عمومهم ما يجوش يشوفوهم. نعم. يعني ويعني قراب لينا ماشي بعد لي، يعني أي فرد يسكنوا من أفراد عائلة الزوج ما راهوش يجي يزوركم؟ واحد ما يجي يزور. كيفاش راكي تتكفلي من الناحية المادية بالنسبة لأولادك؟ يعني درت عندك زوج بنات على ما أظن. عندي زوج بنات وولد. وعندك محمود. عندي محمود يبارك فيك. يعني الناس كيفاش درت انايا، تلاقيت مع واحده صحفيه. نعم. كي كنت اوسبيتاليزي في سبيطار مع وليدي، قالت لي علاه ما ديريش انونس في الجورنال. درت انونس في الجورنال، يعني الناس عاونوني في كثر خيرهم في ليكوش، في الحليب، في اللبسه تاعهم تاع العيد. نعم. في الدخله تاع المسجد، يعني نعم. كثر خير الشعب الجزائري. نعم. يعني عاونوني كثر خيرهم. كيما نقول لك هاد الولد واش ذنبه والبنات هذوك واش ذنبهم. وكما كان يقول قبل قليل فضيلة الدكتور عندما تحدث عن أول نوفمبر، الشعب الجزائري دائما يتضامن مع الجيران، ويتضامن مع أهل الأسرة، يتضامن مع المرأة ربما اللي يتركها زوج تاعها في نصف الطريق. طيب صح. ربما فضيلة الدكتور يتواجد معنا، ربما يحب يطرح لك سؤال أو سؤالين، ثم نعود للعملية اللي لازم يديرها محمود باش يشفى إن شاء الله. تفضل دكتور. لك الفضل. أختي لميا، على كل حال أنت بارك الله فيك على صبرك وعلى احتسابك وعلى مقاومتك، لأنك قاومتي فعلا. كنا نتحدث عن مقاومة الشعب الجزائري لفرنسا، وأنت قاومتي صعوبات الحياة ومشكلات الحياة. إذن السبب الرئيس للفراق بينك وبين زوجك هو كون هذا الابن يعني عنده إعاقة فليكوغرافية. يعني نعم. ظهر بأنه عنده
هكذا يعني إعاقة، فمن أجل هذا السبب فقط، ما كانش هناك سبب من هذا السبب قال لك ما عندي ما ندير به اونديكابي. كيبان في 4 شهور قال لي ما عندي ما ندير به، داني من بلاصه لبلاصه، داني كلينيك بريفي، داني عند طبيب يعني ما نذكرهمش، حاوزوه قالوا له ما نقدروش نديروا هذا الاجهاض. هو حاب يعني قال لك ما عندي ما ندير به، والحمد لله يا ربي هاو يعني صح عنده اعاقه وكامل، مي بصح الحمد لله هاو يمشي راهو كيما مي عنده دوكا يعني المشكل تاعو هو المرض تاعو برك. نعم. طيب بعد صدور حكم الطلاق، بعد فك الرابطة الزوجية، هل تدخلت الأسرة يعني على الأقل ليكمل رسالته، لأنه عنده 2 بنات وعنده هذا الابن محمود الله يبارك، يعني هل الأسرة تدخلت من أجل إرغامه معنويا للقيام بواجباته، بواجب النفقة، بالزيارة للأولاد، أم العائلة كانت أيضا هي مستقيلة؟ يعني ما من العائله تاعهم عمرهم ما جاوهم ولا حوسوا عليهم ولا يقول لك انا راني هنايا، ولا ما كانش كي شوش انسان جافي هكذاك. نعم. ما هادوما كيما قالوا الناس هادوما ولادهم، راهم ولادهم مهما كان، كيما يقول لك هذا وليدهم هذوك بناتهم، يعني يشوفوا الوجه ربي. نعم. هاي يشوفوا الوجه ربي. نعم. يعني كيفاش العيد يا العيد جامي ما جاو قال لك جاوني ناس براويه، العيد الكبير جابوا له الكبش، ناس براويه جابوا له الكبش، بارك الله فيك، وفرح به ويعني وجوز العيد والحمد لله. نعم. طيب لم يا دكتور استسمحك، نعم. انت قلتي بانك في 2012 لما شفتي الروبورتاج من خلال برنامج والصلح خير، قلتي لنا انك استفدتي كثيرا من برنامج والصلح خير، لانه في هذيك الفتره كنت غضبانه وكنت مقلقه، ولكن بعد زياره البرنامج اتخذتي قرار انك وش تديري بهذاك القرار بالنسبه للاسره تاعك؟ كيما نقول لك كي جاتني يعني جيتوني من في السبيطار. نعم. جاو شافوا حالة محمود يعني نعم. بلا كاميرا ولا يعني جاو شافوا الحالة تاعو كان 3 شهور وهو كوما. نعم. ويعني مم كي جيتوني يعني مم حتى الآراء تاع الناس وكامل كانت في صالحي، في صالحك. كانت نعم. في صالحي، ويعني نعم. كما نقول لك كل واحد واش هدر، كل واحد نعم. واش قال. انا نذكرك انا داك قلتي لي انا قررت انه ما نزيدش نبكي على الماضي تاعي، هذا هو مكتوبي الان. المهمه تاعك انك محمود يجري عمليه باش يقدر يواصل الحياه تاعو بدون تعب. يعني محمود تقدري ديري النداء تاعك من برنامج والصلح خير. يعني محمود دوك نفهم لا مالادي تاعو. محمود عنده لا مالادي اكوندروبلازي. هاد لا مالادي هادي يعني عنده بليزيور مالفورماسيون ازماتيك، وعنده مالفورماسيون في نيف، وعنده مونك تاع الاكسجين ما يحقلوش راسو، ما يتنفسش ما يتنفسش مليح. كي يتنفس غير من فمو، ديما حل فمو يتنفس من فمو. نعم. يعني وهل هذا يعني انه لازم يدير عمليه لازم يدير عمليه هنا تندار ماشي ما تندارش. نعم. بصح بلا انستيزي جينيرال دار 3 خطرات اغي كاردياك. ما يحملهاش. في خطوره اذا كان دار العمليه. وانت ما راكيش قد خفتي يعني خفتي على انا خفت عليه ما نكذبش عليك، خفت عليه ماشي خطر، وداروا له كونتيتي صغيره ماشي حاجه كبيره يعني. نعم. اللي يقدر يحملها. بعثوني من صحفيين، بعثوني كلينيك بريفي يعني كتر خيرهم، بعثوني باش يديروا سكانر على راسو يعني مجانا. نعم. نهار اللي دار باش يديروا له الانستيزي دار لهم اغي كاردياك. نعم. طيب سيده لميا مباشره من قناه القرآن الكريم، عودنا أخذنا بعين الاعتبار كل المستجدات في القضية تاعك. نشكرك على حضورك ونشكر محمود على حضوره برنامج والصلح خير. محمود تعبت؟ حبيت ترقد؟ ونخلوك إذا معه، وسنتواصل معك لأنه منذ 2012 ما خليناكش لميا، ونحاول دائما أن نصلح هذا المشكل القائم، وربما النداء سيكون عبر المباشر. من أراد أن يساعد محمود والوالدة تاعو اللي راهي تكافح من أجل أنها تقعد مع الأسرة تاعو، فما عليه إلا أن يتصل ببرنامج والصلح خير. وقبل هذا وذاك نعود لنرى في أرقام التواصل في برنامج والصلح خير. فاصل ثم نعود لمواصلة النقاش. من يريد التواصل مع برنامج والصلح خير
نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz أو عبر موقع الدكتور سعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على رقم مكتب الدكتور بويزري 026 12 74 41 أو الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. ويبقى البرنامج متواصل معكم خلال هذه السهرة المباركة بعد النظر في قضية لميا، وسنتواصل معها بعد نهاية البرنامج. إذن حلقة اليوم هي رسالة الشهيد. كل واحد منا لديه رسالة في أسرته، في مجتمعه، في عمله، ورسالة الشهيد هي أن نتحمل مسؤولية هذه الرسالة. ربما نأخذ اتصال. يقول سعيد، هناك اتصال سعيد؟ نعم، إذن في انتظار اتصالاتكم. نتواصل دائما من خلال برنامج والصلح خير لمواصلة النقاش مع فضيلة الدكتور سعيد بويزري. دكتور، قلنا قبل قليل أن رسالة الشهيد هي رسالة عظيمة وقوية ولديها مبادئ كبيرة، علينا أن نحتفظ بها ونحافظ عليها، ليس فقط عندما يكون الحدث هو ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، ولكن في المستقبل القريب. دكتور، إصلاح الأسرة من خلال هذه الحلقة، أكيد أنه في عهد الاستعمار الفرنسي كل الأسر تشتتت وتفككت، ومن بين هذه الأسر التي تفككت هي أسرة سي محمد أوشنوف اللي زرناه في بيته، وكنت شاهدت معنا الحوار اللي جريته معاه في بيته. كل ما يقرب أول نوفمبر تجتمع أفراد الأسرة الواحدة لاسترجاع ذكريات الوالد رحمه الله. إذن في هذه الحلقة دكتور، قالت إحدى البنات تاعو بأنه لما علمت فرنسا بأنه سي عمر وأشفون طلع للجبل، يعني التحق بالجيش التحرير، جاءت وهدمت كل البيت وقالت لهم باللي تبعوا الأب تاعكم إلى الماكي. فتفكت الأسرة. وكاين الأخت الصغرى اللي قالت لي قولي للدكتور سعيد بويزري أنا كنت في الماكي، كنت دايما في كل ليلة والنبات حتى جاء وقت الاستقلال، ولهذا كل ما نجتمعوا في الأسرة الواحدة نسترجعوا الذكريات ونبداو نبكيو، لأنه ما عشناش مع بعض إبان المرحلة الثورية. نعم دكتور، تفضل. في الحقيقة فرنسا فعلت ما فعلت في هذا البلد على مدار قرن و32 سنة. طبعا عملت على تخريب المساجد. معذرة دكتور. نعم. الأولوية للمتصل. الأولوية للمتصل. السيد يتصل معنا بنا السيد عبود حمو من البويرة وهو مجاهد. مرحبا بك سيدي الكريم في رحاب برنامج والصلح خير، وعلى هذا المباشر نلتقي بك. مرحبا بك. مرحبا سيدي الكريم. تشاهد معنا من خلال البرنامج رسالة الشهيد، وأكيد أن اتصالك فيه فائدة للبرنامج في هذه الحلقة. تفضل معنا، نحن نستمع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشكر القناة القرآن الكريم. نعم. وأحييكم كذلك على هذا العنوان، هذا رسالة الشهيد. على كل حال احنا كتب ربي باش نعيشوا الأيام الأخيرة للاستعمار. نعم. يعني السنوات الأخيرة ونعيشوا انطلاقة أول نوفمبر. ونعيش أيضا مع قافلة من الشهداء الذين ربي كرمهم بالشهادة في سبيل الوطن. نعم.
والقافلة هذه كبيرة وطويلة، وعشنا مع عدد من الشهداء كيف كانوا يضحون بأرواحهم وبأجسادهم، كانوا يوضعوا الوطن فوق كل شيء. كانوا يوضعوا الوطن فوق كل شيء، بحيث بإخلاصهم وبتفانيهم وبحبهم للوطن كانوا تخلاوا على أولادهم وعلى عائلاتهم وعلى كل ما يملكون من أجل الوطن. نعم. هذا على كل حال يذكرنا، ونحن وإن كان سننا تقريبا تجاوز ذاكرة، راحت له ذاكرة شوية، ولكن إذا تذكرنا بشهيد استشهد وهو يعذب أمام أمه وأمام عائلته، ولم يذكر، هو جابوه للدار اللي وين كان المخبأ لقائد الناحية. نعم. حاولوا قتلوه، ما قرش في ذلك المكان. نعم. لم يقر. نعم. لم يقر، وهو كان واقف على أمام باب ذلك المخبأ. يعني هذه حاجة كبيرة. وكذلك شهيدين من المنطقة ألقي عليهم من قبل، يعني أسر. نعم. وعذب تعذيب شديد ولم يدلوا بشهادة، ولو أنهم كانوا يعرفون كل الأماكن التي فيها مخابئ، فيها أمور ما قروش بها، حتى فضلوا الموت على الحياة، أو مثلا من أجل الوطن. نعم. باش يقروا بالآخرين. نعم. يعني هذه رسالة الشهيد، رسالة عظيمة. نعم. رسالة عظيمة. وصناع التاريخ على كل حال المجاهدون شهداء، ولكن الآن من يكتب هذا التاريخ؟ الرسالة تعود لمن؟ على كل حال احنا عندنا علماء، عندنا هذاك الوقت ما كناش نقراو، ما كناش على كل حال ما كانش مدارس. نعم. كذا. والآن ننعم بالجامعات، ننعم بالعلم. بعلماء. نعم. وهم الرسالة الآن راها عندهم، هم اللي لازم يسجلوا هذا التاريخ. نعم. باش يسجلوه على جال ما دام الشهداء. ومهم جدا تسجيل التاريخ. نعم. وبقاو المجاهدين وراهم قريب ينتهوا، ولكن الدور الآن لهم، الدور للعلماء والدور للشباب باش يسجلوا هذا التاريخ. وإلا على كل حال على بالي فيه الناس كتبوا، فيه الناس كذا إلى آخره. نعم. ولكن مازال التاريخ لم يسجل بعد. نعم. ما تكتبش الكل. نعم. بارك الله فيك مسيح. بارك الله فيك. شكرا جزيلا سي عبود حمو من البويرة، تكريما لك أيها المجاهد، أيها البطل أيضا، وأنت تتحدث عن أبطال الثورة التحريرية. إذن الدفاع عن رسالة الشهيد هو الحفاظ على الوحدة الوطنية. في انتظار اتصالاتكم لا بأس أن نذكر بالأرقام الآتية: 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل بنا من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمر 00213. قبل أن أنسى نرحب بالزميلة زينب التي تتواصل معنا عبر لغة الإشارة مع شريحة الصم، ولا بأس أن نذكر بالفاكس. يمكن لهذه الشريحة أن تكتب عن طريق هذا الفاكس إذا أرادت أن تعرض قضية في برنامج والصلح خير. 021 37 41 20. إذا دكتور، قبل قليل سألتك عن بنت الشهيد سي عمر أشفون اللي قالت بأنها لم تعرف أبدا ما معنى أن تكون الأسرة وكل أفراد الأسرة مع بعضها بعض، لأن الاستعمار الفرنسي فكك الأسرة الجزائرية. نعم، تفضل. هذا في الحقيقة وجه من وجوه تضحيات هذا الشعب البطل. قدم كل غال ونفيس، تشتت الأسر، دمار المساجد، دمار البيوت، خراب القرى والمداشر والمدن، محاولة فرنسا طمس الشخصية الوطنية، القضاء على الدين، وسب هذه الهوية من الشعب الجزائري. كل ذلك قامت به فرنسا. ولكن الشيء الذي يجعلنا نعتز بهذا الشعب
أنه شعب مقاوم، أنه شعب يثق في الله عز وجل، وهو يعذب كما قال أستاذنا وحقيقة أستاذنا رجل مجاهد، وكما قال هو في تدخله قال أكرمنا الله عز وجل أن عشنا مع قافلة من الشهداء والمجاهدين. هؤلاء في الحقيقة صنعوا البطولات، صنعوا التاريخ. لذلك نقول لهم لكل من كان محروما من رؤية والده، من رؤية جده، لكل من كان محروما من حتى من صورة والده، سيراه في الجنة إن شاء الله، لأن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. نسأل الله أن يسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يرزق جميع أولاد الشهداء وجميع يعني عائلات الشهداء والمجاهدين الصبر والسلوان، وأن يكونوا في مستوى الوفاء لأولئك الشهداء. هذا تعليقي على تلك الأسرة. إذا كان في مكالمة. نعم دكتور، دقيقة. هناك اتصال من ولاية تيزي وزو، السيد محمود والدكتور سعيد بويزري يحرص دائما على اتصالاتكم. السلام عليكم سيد محمود من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم أخي الكريم محمود. هل ما زال معنا سعيد محمود؟ السلام عليكم. عبد الغاني إذن موجود معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. محمود من فضلك تتصل من ولاية تيزي وزو أليس كذلك؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. عبد الغاني من ولاية سطيف. عبد الغاني من سطيف. نعم محمود. نشكركم من حسابي بزاف الأخت أنت والشيخ المبارك. لا شكر على واجب، هذا عملي وعمل فضيلة الدكتور. نعم. أثابكم الله وأجركم عملكم خير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. تحية خالصة للشهداء الأبرار نتاع الوطن. الشهداء قدموا الواجب نتاعهم. نعم. بارك الله فيهم ورحمهم الله واسكنهم جنات الفردوس العلى. إن شاء الله إن شاء الله. سي عبد الغني. نتمنوا إن شاء الله كما حررنا الأرض نتاع الجزائر. نعم. باش نعيشوا أحرار بالوطن ونعيشوا خطوة إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى كما كانوا يتمنوا الشهداء إن شاء الله يشوفوا أرض طاهرة. نتمنى احنا إن شاء الله اليوم ثاني نشوفوا الجزائر أرض طاهرة من كل شيء. إن شاء الله تبقى الأرض الطاهرة سي عبد الغني. وأمن البلاد والعباد، وهذه مسؤولية نتاع كل جزائري. أخت. نعم. مسؤولية نتاع كل جزائري إن شاء الله. نتمنوا الجزائر، نتمنوا لها السعادة والبركة والشفاء والهناء. وربي إن شاء الله أنا ننتمي لعائلة فضلية الأخت. ان شاء الله ربي يخليها الارض الطاهره، وان شاء الله انت قلت الخاوه وانا نقول لك اخي الكريم. اخي الكريم، الشهداء نتاعنا والمجاهدين تبارك الله فيهم، الاحياء منهم بنقول لهم السلام ان شاء الله، بيطولوا اعمارهم ان شاء الله. قدموا الواجب نتاعهم وحلوا المجد نتاع الحريه نتاع الوطن. ربي يبارك فيهم ان شاء الله، ومازال كاين رجال ان شاء الله في الجزائر هذه. ان شاء الله. بارك الله فيك سي عبد الغني. كاين رجال، ربي ينوركم ان شاء الله، وتبارك الله فيكم بزاف الاخت. ان شاء الله. بارك الله فيك انت ايضا على اتصالك سي عبد الغني من ولايه سطيف. وكما قلت المجد والخلود لشهدائنا الابرار. متصله من سويسرا دكتور، يقول سعيد. من يتصل من سويسرا؟ سعيد. سعاد من سويسرا. السلام عليكم اختي الكريمه. سعاد. الو السلام عليكم. السلام عليكم اختي الكريمه. مرحبا بك. تفضلي، راكي في برنامج الصلح خير، واهلا بكل الجاليه المسلمه في المهجر. تفضلي اختي الكريمه. شكرا. حبيت نقول لكم بارك الله فيكم من الحصص. وفيك بركه في قناه القران الكريم. وفيك بركه اختي. باش نشارك هذا في الحصه ديالكم. تفضلي. حبيت رانا نسمعوا فيك سعاد، ما ترتبكيش سعاد. انقطع الخط. حاولي أن تتصلي بنا مرة أخرى سعاد. هل تعود للنظر في الاتصال أم نعم تعليق نعم. على ما قال ما تفضل به نعم سي عبود من ولاية البويرة. نعم المجاهد عبود حمو. يعني من الكلمات النيرات التي نطق بها قوله
الوطن فوق كل شيء. فوق كل شيء، نعم. يعني هذه رسالة أيضا. هذه رسالة في حد ذاتها، الوطن فوق كل شيء. نعم. وعلماؤنا قرروا قاعدة ذهبية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن من واجبنا جميعا حماية هذا الوطن، وهذا الوطن أمانة الشهداء. من أيضا رسائله المهمة قال ذكر نماذج للشهداء الذين مورس عليهم شر أنواع التعذيب ولكنهم صبروا واحتسبوا، نعم، وقدموا أرواحهم في سبيل الله والوطن. ثم أشار كذلك إلى موضوع التاريخ. نعم، الاتصال أولا. صبروا واحتسبوا وموضوع نعم. التاريخ. نعم. نعم دكتور، نعود للندر. في اتصال يقول سعيد عمار من أين سعيد؟ عمار من سوغهراس. السلام عليكم سيدي الكريم. السلام عليكم عمار. السلام عليكم، مساك الوقت نجاة. أهلا وشراك، راك بخير؟ لاباس الحمد لله. والله نحيي مرحبا بك. نعم، هذه غيبة. الله لا يغيبكم علينا إن شاء الله. مرحبا، بارك الله فيك. والله نحيي قناة القرآن الكريم، وفيما يخص هذه المباركة دكتور الميكرو. نترحم على الشهداء الأبرار اللي حدوا، اللي حروا الوطن هذا. نعم. وخلاوا وراهم مجاهدين أحرار، وخلاوا الشهداء أبنائهم. ونتمنى أبناء الشهداء يقدموا الرسالة نتاع والديهم، وراو عندنا ثقة في المجاهدين الجزائريين. نعم. هذه فيما يخص الطفل البريء هذاك اللي شفته يا الاخت نجاة، محمود اللي كان امامي. نعم، محمود. نعم، كنت تصل في الريبورتاج. حنايا والله هنا في مدينه مدوروش قبل شهر رمضان. نعم، معايا الاخت نجاة. راني نسمع فيك. قبل شهر رمضان. نعم، قبل شهر رمضان ولا غير صرت لنا حاجه هنايا كمماثله للطفل هذا. اصيب في العمود الفقري وطلبت عليه عمليه جراحيه في فرنسا. الله يبارك. وبفضل شباب مدوروش العمليه هذه تقام 700 مليون. 700 مليون. نعم، 700 مليون. واذ به توجه الشباب الى مقر امن الدائره وطلبوا ترخيص شفاهي. الله يبارك. فصرح فقبل طلب نتاعهم بالقبول. في ظرف وجيز 14 يوم لمينا له 930 مليون، وها هو اليوم صابر في فرنسا يعالج. الله يبارك سي عمار. ان شاء الله محمود، ان شاء الله محمود يكون حده مثل حد هذا الطفل في المنطقه نتاعكم سي عمار. نعم، والله انا كون نعرف الادرس تاع محمود هذا، ولا غير نتنقل للمكان نتاعو، ولا غير نديروا تليفون مع الشباب. نعم، بارك الله فيك. مرحبا بك سي عمار، وشرفتونا بالحصه نتاعكم، وعوده ميمونه ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك سي عمار. اي مساعده، اي مساعده من طرف اي شخص بالنسبه لمحمود يتصل بالبرنامج. نواصل. قاطعتك دكتور واستوقفتك عن كلمه التاريخ عندما تحدثت عن المجاهد. هي رساله وجهها المجاهد عبد الحمو الى كتاب التاريخ. نعم. شعبنا صنع التاريخ. نعم. المجاهدون والشهداء صنعوا التاريخ، ولكن واجب الجامعات ومراكز البحث والمؤرخين والجميع الأساتذة والباحثون، هؤلاء واجبهم أن يكتبوا هذا التاريخ. نعم. وأن يخلدوا بطولات الشهداء الأبرار وبطولات المجاهدين، ويبينوا ويوضحوا ويبرزوا أمجادهم. ولماذا؟ ليتكفل جيل اليوم ببناء أمجاد على أمجاد. فجميل أن نذكر أمجاد الأجداد. نعم. ولكن الأجمل أن نبني أمجادا على أمجاد. نعم. وبالمناسبة هنا لابد من التواصل مع المجاهدين الأحياء لأخذ الشهادات. كما نستمع مع المجاهد عبد الحمو حفظه الله وحفظ جميع مجاهدينا. لابد من الاقتراب من هؤلاء المجاهدين للاستماع إليهم، إلى شهاداتهم وإلى ذكرياتهم وإلى بطولاتهم، لتوثق وتسجل من أفواه هؤلاء الرجال من صناع التاريخ. هذه رسائل جليلة قدمها مجاهد حفظه الله
الأستاذ السيد حمو عبوط حفظه الله وحفظ جميع المجاهدين. وبالمناسبة لا يزال يعمل يعني والحمد لله حتى الآن. روح نوفمبر لا تزال تسري في دمه، وهو يقدمها لجميع من يحضر صوته أيضا. والحمد لله روح نوفمبر لا تزال تسري في دمه. حفظ الله المجاهد عبوط حمو وحفظ الله الجميع. بارك الله فيك دكتور. اتصال عبد الغني من سطيف للتف انتباهي عندما قال شهداء الواجب. الواجب دكتور حقيقة سبحان الله، قدر الله أن يرفع مقام الشهداء عبر التاريخ. حينما نتحدث عن البدريين يعني الذين حضروا شهداء بدر، الذين حضروا غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موقف من المواقف، والتفاصيل يعني طويلة ودقيقة، ولكن اكتفي بهذا بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. دائما منك دكتور. حينما قال لعل الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان الله. يعني هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام حصل في مقدمة الفتح، في مقدمة فتح مكة. حصلت واحدة واقعة من الوقائع، وكانت النهاية توجت بهذا الحديث النبوي الشريف: لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رفع الله عز وجل مقامهم، ورفع أيضا مقام النوفمبريين. يعني إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يتقبل جهادهم. حقيقة هذا واجب الأجداد، الأباء والأجداد، الأمهات والجدات أدوا واجبهم جميعا تجاه الوطن، ونحن اليوم أيضا مطالبون بأداء هذا الواجب. بارك الله فيك دكتور، مشكور على هذه التوضيحات. قبل أن نعود إلى سعاد من سويسرا، ربما تحاول أن تتصل بنا، ثم عمار من ولاية سوق قهرس. نأخذ اتصال من صحراء الجزائر من تمن رست، يتصل بنا السيد محمد. السلام عليكم أخي الكريم. رحمة وشركي لاباس. مرحبا بك في برنامج والصلح خير محمد. نجاة وشركي لاباس. والله الحمد لله، وأنت هل أنت بخير؟ والله في نعمة والحمد لله. الحمد لله. تفضل محمد، عندك ربما ملاحظة أو إضافة، تفضل، فالأبواب مفتوحة للنقاش وللحوار. تفضل. شكرا السيدة، سلام ليك وللشيخ بوزري وجميع عمال القناة وجميع المستمعين. شكرا. راك في موضوع شيق والله، الله يجازيك. راك في موضوع الشهداء والوطن والحب. احنا كمسلمين نعم رسولنا الكريم يعني في دين الإسلام من واجبنا نحبوا الوطن تاعنا. نعم. والرحمة على الشهداء، اللهم اغفر لهم وارحمهم. نعم. والله سبحانه عز وجل هو اللي يجازيهم. ونحن رانا الحمد لله في نعمة الحرية. نعم. نعمة الحرية. نعم. ورانا في الاستقلال، وفضل ربي وفضلهم هما رانا في هذه النعمة. وكان مش هما رانا نقراو وقرينا والحمد لله ورانا في نعمة الحمد لله. نعم الحمد لله. هذا كل من فضل الله وفضلهم هما. وقال لك اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله. بارك الله فيك. والدي الله يرحمه يحكي لنا زعما باش يحبنا الحب الوطن هذا، قال لك المنيه نتاعو وراه في دار الحق اليوم. نعم. المنيه نتاعو يتمنى، قال لك يشوف كما يقول احنا عندنا هنا بالدرجه، يقول لك يشوف القور يخرجوا من البلاد وحاكمين هو البلاد. هذه نعم. المنيه نتاعو قال لك، وكان ذلك في 1962. نعم. يعني بارك الله فيك، بارك الله فيك على هذه المداخله. هذه المنيه نتاعو اللي كنا نتمناها، والحمد لله رانا في ازدهار ورانا بخير، ونحمدوا ربي ونشكره. الحمد لله. الله يجازيكم وشكرا على الحساب. بارك الله فيك. نشكرك أنت على اتصالك، وممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة. دكتور، يعني كلهم مدوا ديموكلي. سي عبوط أعطى مجموعة من الرسائل. عبد الغني قال شهداء الواجب. عمار من سوق هراس أيضا قال الحمد لله رانا في استقلال. محمد من تمنراست قال نحن في نعمة الحرية. كنت أود أن نرى في اتصال سي عمار من سوق هراس، ولكن هناك اتصال آخر ربما من ولاية تيزي وزو. دكتور سعيد بوزري، السيد بالقاسم يتصل بنا من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم. مرحبا بك. مرحبا بك سي بالقاسم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم.
مساء الخير. أنا حبيت نوجه رسالة لشباب الجزائر. رسالة للشباب. نعم أن الجزائر رئيس الجزائر ما جاتش يعني ما جاتش بطريق سهلة، ولكن بالدم سقط بالدم الشهداء. لازم كل الشباب الجزائري يفهم باللي أن جاء الوقت للوحدة الوطنية. نعم. الجزائر قبل كل لازم حان الوقت. الجزائر. نعم. حان الوقت نفكروا الجزائر، ما نفكروش أشخاص. نعم. لأن هذه الجزائر مهم جدا. نعم هذه الجزائر ماهيش حاجة بسيطة جدا. نعم. ما لازمش نربطوها للأشخاص، لازم نفكروا في بناء الجزائر، في الوحدة الوطنية، في اللب. الوحدة الوطنية. نعم. الجزائر قبل كل شيء. نعم الجزائر قبل كل شيء. وأما الشهداء الأبرار اللي ماتوا احنا نذكروا بالآية القرآنية اللي قال ربي سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأحيي الدكتور بويزري أنه وليد شهيد، سأقدم له تحية، وربي يرحم الشهداء كل الجزائر. ربي يرحمهم إن شاء الله. وربي يقدركم كما نطلب من ربي سبحانه عز وجل أن يعطي الصحة والعافية للدكتور بويزري إن شاء الله. ربي يطول في عمره. راجل فاضل اللي راهو يتعب بكل احنا نعرفوه. نعم. هذا السيد راهو يضحي. نعم. بكل الجزائريين، وأتمنى الازدهار للجزائر كل. إن شاء الله. وإن شاء الله الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية مهما تكون المحنة، مهما تكون المشاكل اللي نعاني بها اليوم، أنا قبل كل شيء الجزائر فوق قبل الجميع. كل شيء. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك سي بالقاسم من ولاية تيزي وزو. إذن بالقاسم رسالته للشباب ويقول الجزائر قبل كل شيء، ويقول حان الوقت للوحدة الوطنية. المشاهد الكريم ينتظر دائما تدخل فضيلة الدكتور سعيد بويزري. نمر إلى عمار من سقراس، أليس كذلك دكتور؟ الأخ عمار من سقراس، أولا بارك الله فيك على تدخلك وجزاك الله خيرا. يعني هذه المشاعر الفياضة تجاه الشهداء، تجاه أرض الجزائر، هي مظهر الصحة في هذا الوطن. نسأل الله أن تكون الجزائر حاضرة دائما في قلوبنا وفي أرواحنا وفي عقولنا، وأن نعمل من أجل وحدتها كما قال الأخ بالقاسم قبل حين. الوحدة الوطنية وقد كرها كثيرا، لأنه تجسيد هذه الوحدة الوطنية هو معيار أو هو عنوان الوفاء للجزائر. لا نقول نحن نكون أوفياء فقط لفظا، ولكن قولا وفعلا. هناك اتصال. يقول لي سعيد نعم. أصحاب الصحة راهم بكم. مرحبا بجميع المتصلين. نعم. والأولوية لكم. نعم. وبكل ولايات الوطن العزيز. من تيميمون حج محمد يتصل بنا. السلام عليك أخي الكريم. انقطعت المكالمة. حاول أن تتصل حج محمد مرة أخرى أنت وسعاد من سويسرا. دكتور واصل. الموقف الثاني للأخ عمار يعني هو موقف شباب يعني المنطقة. نعم. في سقراس من ذلك المريض. نعم. يعني في زمن قياسي جمعوا هذا المبلغ، فنقول فعلا جزاهم الله خيرا، بارك الله في صحتهم وفي أموالهم، وهذا هو المطلوب. ربي قال في القرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. ربي قال في القرآن في آية أخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كلما ذكر الإيمان اقترن بالعمل، وهذا هو المطلوب. بارك الله فيكم يا أخي عمار. أخي محمد من تمن رصد أيضا ترحم على الشهداء، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، وتحدث على نعمة الحرية. بالمناسبة المحافظة على النعمة كيف يكون؟ بشكر المنعم أولا ربي سبحانه عز وجل، وبشكر الشهداء الذين قدموا أرواحهم وكل غال ونفيس من أجل الجزائر، وكذلك بالحفاظ على هذه النعمة وهي نعمة الحرية ونعمة الاستقلال. بالنسبة للأخ بالقاسم من تيزي وزو، نعم. وجه الرسالة واضحة للشباب، رسالة واضحة إلى الشباب. ومن يقول حان الوقت للوحدة الوطنية. صحيح. نعم. قال هذه الجزائر سقيت بدماء الشهداء. هذه رسالة قوية جدا.
باش لازم هذا الجيل يفهم بأن هذه الجزائر غالية وعالية وسقيت بدماء الشهداء. نعم. ولا يمكن لبلد كهذا سقي بدماء الشهداء بملايين من الشهداء أن تنهار رغم وجود الأعاصير. نعم. رغم وجود الهزات، رغم وجود الزلازل. نعم. ولكن لابد لهذا الشعب أن يكون صامدا. وقد أكد الأخ بالقاسم على الوحدة الوطنية مهم جدا. لابد لا يمكن أن نبني الوطن إلا بتحقيق الوحدة الوطنية. والاختلافات التي يعني هي موجودة في الجزائر، نعم. سواء في اللغة، في بعض اللهجات، أو في بعض الثقافات أو العادات والتقاليد والأعراف، هذه عبارة عن روافد تعطي قوة للجزائر، مثل الأنهار التي تعطي قوة للبحر، أو تعطي قوة للنهر الهادر، للنهر القوي. ثم في أشار أيضا إلى نقطة مهمة جدا، المحنة. الجزائر مرت بمحن حقيقة. وهنا وهو يتحدث الأخ بالقاسم تذكرت ما قال ربنا في آية القرآن في سورة آل عمران، قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. حنا بالدرجة نقول كل ما حنا زيد في العقل. نعم. يعني يلهلسس بيتمحنن. الإنسان كي يتمحن المحن تسقل الرجال، تربي الرجال. زمان قال الشاعر جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. حبيت نقول أن هذه الهزات والأعاصير التي تصيب الجزائر أحيانا لا يصح أن تدمر الجزائر أو أن تقضي على كيانها المعنوي أو كيانها الحضاري والمادي، بل تزيدها قوة وصمودا. هذه رسائل قوية قدمها الأخ بالقاسم تيزي وزو، أشكره وأشكر الجميع. بقي من عمر البرنامج 3 دقائق دكتور، بارك الله فيك. نعود إلى البريد العادي اللي سلمته لك في الحلقة الماضية عندما تحدثنا عن الصلح حياة. نعم. أبدأ برسالة الأخ نور الدين. نعم. الأخ نور الدين من ولاية برج بوعراريج. نعم. يا أخي نور الدين، أولا بالنسبة للقضية نتاعي قرأت هذه الرسالة، وخلاصة ما في هذه الرسالة أن الأب تزوج يعني ب3 زوجات، ترك من الزوجة الأولى ابنا و4 بنات، من الزوجة الثانية ابن وبنت، ومن زوجتي الثالثة ابن وبنت. نعم. طيب المشكلة مشكلة ميراث. مشكلة. نعم. وقد تواصلت معه هاتفيا. نعم. وهو يطالب الآن وعلى الهواء مباشرة يطالب بتطبيق قواعد الميراث على هذه القضية. نعم. ونحن في كل مرة نؤكد على هذا المطلب المشروع. كي تكون أي قضية ميراث لابد أن نطبق الفريضة الشرعية، وكذلك بتطبيق قواعد التخارج. نعم. مادام تواصلت معه إن شاء الله سأقدم نتيجة هذه القضية بعد حلها نهائيا. نعم. وهناك رسالة أيضا دقيقتان دكتور. إن شاء الله ربي يبارك فيها إن شاء الله. صاحب الرسالة هو لم يكتب الاسم نتاعو. نعم. ها هي رسالته. نعم. أتوجه إليك يا أخي العزيز بالشكر أولا لتواصلك مع البرنامج، وكذلك للطائف القرآنية الواردة في هذه الرسالة الدالة على عمق فهمك وحسن ذوقك. نعم. بالنسبة لهذه المراسلة، نعم. صاحبها يتحدث عن العدوان على الوقف. نعم. صاحبها يتحدث عن العدوان على الوقف. وطبعا أرفق هذه الرسالة بجملة مراسلات قدمها إلى الجهات الرسمية المختصة، وأطالب أنا من خلال هذا المنبر بضرورة حماية أموال الأوقاف، فالأوقاف لله سبحانه وتعالى. نعم. وطبعا يا أخي العزيز سأوضح لك بعض المسائل إن شاء الله ما دام الوقت انتهى في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك دكتور، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، ونتمنى أن نلتقي بك في حلقة مقبلة بحول الله تعالى. إذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد، رسالة الشهيد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.